احلى متابعين، اهلا بيكم. النهارده هنعمل بوريك الجبنه اللي بقى غالي جدا في الفرن. هنعمله بشويه دقيق وشويه ميه، مش هيكلفنا حاجه خالص، حاجات كلها من البيت. ولو احتاجت حاجه من بره هتبقى حسبه 10 15 جنيه هتجيبيها من عند البقال. هو بيحكي عن نفسه زي ما انتم شايفين، شكله بيتكلم عن نفسه تحفه جدا. في الفرن دلوقتي الكيلو وصل 120 130. عشان ايه يعني؟ انا مش عارفه عشان ايه. حاجه بسيطه جدا وهتشوفي بنفسك، وكمان ما بيحتاجش عجن كتير. شايفين شكله؟ يلا يا جميلة بقى اعملي لايك، عشان اللايك بتاعك بيفرق معانا وبيشجعنا جدا. واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس. وتعالوا نشوف هنعمل الحلاوة دي ازاي. اول حاجة بنجيب البولة، بنحط فيها كوباية مية دافية، نص كوباية زيت، معلقة خميرة فورية كبيرة، معلقتين سكر كبار، حاجات بسيطة جدا، نص معلقة بيكنج باودر، ورشة ملح، وعلى طرف المعلقه كده فانيليا، ومعلقه كبيره خل، دي حلوه قوي للمعجنات بتخليها هشه، ومعلقه صلصه كبيره، دي عشان تخلي لونه زي بره بالظبط. بندوب بقى كله، بجيب المضرب بقى اليدوي واقلب فيه كويس لحد ما كله يدوب، يعني السكر يدوب وكله يدوب. وده نص كيلو دقيق على المقدار اللي انا عملته ده، نص كيلو دقيق. الدقيق ده الدقيق السايب العادي، ممكن كمان دقيق تموين، انا عملته بدقيق تموين برضو عادي. وبقى ايه، بدخل بقى كله في بعضه. اهو عجينه بقت عجينه ملزقه، عشان خاطر اعرف اعجنها كويس برش رشه دقيق على الرخامه. وبعدين باخد العجينه وافضل اعجن حوالي 10 دقايق كده، اعجن فيها لحد ما تحس ان هي مش ملزقه ولا في ايدك ولا في الرخامه. طلعت من الرخامه وطلعت من ايدك، يعني تحسيها مش ملزقه اهو. شايفين؟ اهي بص، نطفت ايدك، نطفت خالص من العجين، ما فيهاش اي عجين، وعجينه ناعمه اهي. برجعها بقى في البوله تاني، البوله اللي انا كنت بعجن فيها الاول خالص، وبدهن وشها بزيت اهو. وبعدين بغطيها واسيبها نص ساعة. في الحر اللي احنا فيه ده مش هتكمل النص ساعة، لان الجو حر موت. اسيبها بقى لحد ما تخمر اهو. ما كملتش نص ساعة لان الجو حر. لو في الشتاء ممكن تسيبيها نص ساعة، ساعة الا ربع اهو. شايفين خمرت ازاي وتضاعف حجمها؟ تحفة جدا، شكل روعة. باجي بقى برش رشة دقيق على الرخامة، وباخد العجينة بفردها خالص. ممكن تفرديها على 2، يعني لو كبيرة معاكي ممكن تفرديها على 2. بفردها خالص سمك خفيف. وبعدين بقطعها طبق ازاز، كوباية، اي قطاعة اللي تحبيه. يعني انا عملته بطبق اهو عشان اقول لك، يعني بسهل عليكم الدنيا. اي طبق، اي كوباية، اي حاجة حسب السمك اللي انت تحبيه، حسب الحجم اللي انت تحبيه برضو اهو. العجين طبعا اللي بلمه ده انا هعمله تاني، هفرده تاني واقطعه تاني. بدب عليها كده، بدبدبها، وبقطع حتة جبنة كده. وما تزوديش الحشوة فيها عشان ما تخرجش منها اهو زي ما انتوا شايفين. هعمل بقى كام واحدة كده ادلع العيال بقى بالشوكولاتة. لكن هي اساسا بالجبنة، يعني هي اصلا بالجبنة زي ما انتوا شايفين. وبعدين باخد بقى بقفلها زي القطايف اهو، هوريها لكم. بقفلها زي القطايف اهو. وبعدين ايه، بلفها كده وادبدبها، واخلي الحتة المقفولة من تحت عشان ما تفتحش معايا خالص. واتاكد ان هي مقفوله كويس، بتقفليها كويس عشان الجبنه ما تطلعش منها او الشوكولاته. وبحط الحته المقفوله من تحت اهو. طبعا هي لسه هتخمر وهتضاعف حجمها. بقفلها اهو زي فتحه القطايف، زي القطايف بالظبط بقفلها. وبعدين بدوس عليها كده عشان اتاكد ان هي قفلت، واخلي الحته المقفوله من تحت في الصينيه عشان ما تفتحش معايا. بس كده بعمل كل الكميه. وادي هي برضو حتى بتاعت الشوكولاته اهو، برضو نفس القفله، نفس الكلام. حابه تعملي اي حشوه، اي جبنه تحبيها، مش شرط جبنه معينه، اي جبنه انت تحبيها تنفع. اي حشوه، اي اللي تحبي، ممكن تحشيها مربى حسب ما تحبي. شايفين هي خمرت شويه. بجيب بيضه بحط عليها رشه فانيليا واقلبها، وبدهن الوش اهو. بدهن الوش بتاعها بالبيض، او ممكن تعملي بعسل او شربات، او تدهني الوش اي حاجه، بس عشان نحط حبه البركه والسمسم يلزق. دي حبة البركة عشان تبقى زي بتاعة الفرن. احنا بنحب، يعني انا عن نفسي بحب السمسم قوي، فبعمل كام واحدة بالسمسم حسب ما تحبي. حتى حبة البركة بحط فيها سمسم برضو، كل واحد زي ما بيحب يعني، واللي عندك حطيه اهو. كده انا مولعة الفرن
على درجة حرارة متوسط. هحطه في الرف الوسطاني اهو. لازم الفرن يكون سخن وادخله. دي كل الكمية اللي انا عملتها من نص كيلو اهو. كده بقى طلعت من الفرن، احمرت من تحت، وبعدين ولعت الشواية تحمر من فوق. يعني ما بتاخدش معاكي تلت ساعة من تحت، وبعدين تولعي الشواية تاخد اللون الحلو ده من فوق. ربع ساعة تلت ساعة بالكتير تحمر بس من تحت، وتتأكدي ان هي احمرت واستوت، وبعدين تحمري وشها على الشواية. شايفين؟ تحفة تحفة. ومفيش اسهل من كده. زي ما انت شايفة كل حاجة قدامك سهلة جدا. شايفين الجبنة من جوه عاملة ازاي؟ تحفة جدا. تنفع بقى معاكي في مصيف، تنفع في لانش بوكس، تنفع في اي حاجة، فطار، في عشاء، مع كوباية شاي، مع كوباية شاي بلبن، مع كوباية نسكافيه، مع كوباية قهوة. اي حاجة تنفع لأي حاجة. شايفين الجبنة من جوه عاملة ازاي؟ وهفتح لكم بقى اللي بالشوكولاتة برضه هوريها لكم. الشوكولاتة سايحة فيها من جوه، شكلها تحفة تحفة جدا. ممكن تعملي للولاد اي حاجة، ممكن تعملي بمربى برضو. شايفين الشوكولاتة سايحة فيها ازاي؟ وكمان الطعم روعة، وشكلها زي بره بالظبط زي بتاع الفرن. لا دي كمان احلى لانك عاملاها على ايدك وانضف، وايدك انت اللي هي عجناه. اتمنى يكون عجبكم وتعملوا لايك، لان اللايك بتاعك هيفرق معانا وهيشجعنا ان احنا نكمل. واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، عشان اللي جاي احلى بكتير.